فاكر اول مرة دخلت فيها الجيم؟ كنت متحمس تظبط الباي وتشد الكتف وتظبط شكل جسمك كله وناسي اهم عضلة في جسمك وهي التراي. بس الاكيد انك بعد شوية لما تيجي تلبس التيشيرت هتبص على عضلة التراي هتلاقيها مش قافلة التيشيرت كويس او دراعك مش مال التيشيرت. ساعتها يا صديقي هتبدأ تسأل نفسك هو انا بتمرن صح ولا اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ السر هنا يا صديقي في عضلة الترايسبس، العضلة اللي معظم الناس مش فاهمينها وعلشان كده ما بيعرفوش يطوروها. تعال يا صديقي نخش جوه جسمك ونفهم التراي من اولها لاخرها ونطبق ده عملي. يا صديقي انا عارف انك تعبان وبتحاول تفهم جسمك وكمان تظبط فورمتك وانك تثبت لنفسك انك تقدر تعملها. بس خليني اقولك قبل ما نبدأ شرح انك مش لوحدك، احنا كالعادة معاك في كل خطوة. الرحلة دي بتاعتك بس الدعم علينا يا صديقي، وعلشان كده هتلاقي الفيديو ده معمول بكل حب ليك انت علشان تطلع باحسن شكل وبدون تدخل اي مدرب. ترايسبس يا صديقي معناها باللاتيني ذات الثلاث رؤوس، وده لانها مكونة من 3 اجزاء. اول حاجة الراس الطويلة او اللونج هيد، ودي بتمتد من لوح الكتف لحد الكوع. يعني بكل بساطة كده وبدون اي تعقيد هي بتشتغل في حركتين، فرد الكوع زائد مد الكتف. علشان كده محتاجة تمرين بيخلي دراعك فوق دماغك. تاني حاجة وهي الراس الجانبية او اللاترال هيد، ودي مسؤولة عن الكيرف اللي بيبان وانت بتفرد دراعك. اصلها موجودة في عظمة الهيومرس. الراس الوسطى واللي هي الميديال هيد اعمق واحدة فيهم، بتشتغل دايما كمساعد وبتشتغل في كل تمرين حرفيا. 3 دول بيتجمعوا في وتر واحد وبيمسكوا في عظمة الكوع. ما تقلقش لو حاسس ان الكلام ده كتير او معقد، احنا هنشرح كل حاجة واحدة واحدة وبهدوء، ومش هنسيبك غير وانت فاهم جسمك وازاي تتعامل معاه. كل وظيفة التراي الأساسية هي فرد الكوع، اكستنشن إلبو، يعني أي حركة من وضع دراعك متني لغاية ما تفرده التراي هي اللي بتشتغل. لكن يا صديقي اللونج هيد بتشتغل كمان مع الكتف، فمهم جدا تمرنها بزاوية كويسة وتفهم انت بتمرن انهي عضلة. صدقني اول ما تبتدي تفهم عضلة التراي وتديها حقها في التمرين هتشوف دراعك بيتغير تحول رهيب. دلوقتي يا صديقي تعال اقولك ازاي تمرن كل راس في عضلة الترايسبس. اول حاجة في الراس الطويلة هتبتدي تلعب لها اوفر هيد اكستنشن، ودي بايد واحدة او بايديك الاتنين عادي. هترفع الدمبل فوق دماغك وافرد دراعك ببطء، خليك واقف قاعد مش هتفرق. او ممكن تلعب سكال كراش وانت نايم، نزل البار ناحية دماغك كده وافرده تاني وخليك متأكد ان كوعك ثابت. الراس الجانبية او اللاترال هيد هتلعب لها كيبل بوش داون، وخلي الكوع قريب من جسمك وانزل بالكيبل اللي تحت وافرد دراعك للاخر. التمرين هيكون الدبس، كون بوزنك او بالجهاز عادي جدا، انك تميل بجسمك لورا شوية علشان تضغط على التراي مش على الصدر. وخليني اقولك شوية نصايح بناء على خبرة مع التعامل مع اكتر من 3000 عميل. اشتغل على التكنيك قبل الوزن، وده مش معناه ان الوزن مش مهم. التراي يا صديقي بتحب الهدوء، العب ببطء وركز على الانقباض في العضلة. اوعى تنسى التسخين قبل التمرين علشان لا قدر الله ما تتصابش. ركز جدا في كل حركة بتعملها في التمرين علشان ما يحصلكش اصابة. التراي يا صديقي واخدة اكتر من 60% من شكل الدراع. دلوقتي عرفت ليه انا كنت لازم اشرح لك بدقة كبيرة علشان تديها حقها. لو ركزت على تمرينها وفهمت تشريحها كويس هتشوف تغير في شكل دراعك، وهيفرق جامد جدا في شكل الفورمة بتاعتك. ولو عايز فيديوهات اكتر عن العضلات وتشريحها وتمرينها سيب لي كومنتس وهنعمل الرحله دي سوا، وهسيب لكم جدول تمرين كامل لعضله الترايسبس في الوصف، ابقى ادخل شوفه. ولو وصلت لاخر الفيديو فاعرف انك مش شخص عادي. الشخص العادي كان قفل الفيديو من الاول وقال ملوش لازمه، بس انت يا صديقي عندك عزيمه، وعلشان كده احنا فخورين ان انت متابعنا، وعلشان كده هيكون في كل يوم فيديو علشان نساعدك توصل للجسم المثالي. وافتكر دايما ان العلم اساس اللعبه دي، وبما ان العلم اساس اللعبة دي فانت والله فايتك كتير لو مش عامل لي فولو.